عايز اقول لكم ان الفيديو ده انا شفته كذا مره كذا مره ومش عارف ايه يعني ايه المشهد او ايه الفكره لغايه ما عرفت انه هنا هم بيفطموه. فاهم؟ فاللي هو بيحطوا له الببرونه وفيها كام بالونه فيها هيليوم. فبعد ما ياخد شويه تيجي تمشي فكده ايه بيودع اللي هو خلاص كده مفيش تاني احنا اتفطمنا. واحنا حدانا نص الشعب عنده بواسير بسبب الشطه اللي كانوا بيحطها له عشان يفطموا. 12 جردل نسكافيه، 15 لتر ميه، كلها محاولات عشان بس افوق، يعني افوق وشي يبتدي ياخد نمط ان انا بني ادم مش زومبي. وده كله ليه؟ عشان سمعت النصيحه اللي قالوا لك ايه، نام وخد وقتك وقوم صور وانت فايق. فايق ازاي بقى؟ انا مش عارف، يعني انا حاسس ان الدنيا كلها بس المهم يا صديقي، فايق او مش فايق اوعى تنسى تدعي لاخواتك بالنصر، تدعي لابويا بالرحمه. وعزيزي الصديق استنى، ايوه استنى قبل ما الانترو يبتدي، واحد الفيديو اللي فات معلق لي بيقول لي ايه، ما انت كمان بتدعي لابوك بالرحمه وانت بترقص. انت وبعد السلام ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. الراجل اللي كان في الاول او البنوته والله مش فاكر اللي هو كان قال التعليق ده، يعني بص انا يعني هرقف بحته ان ممكن انت ما يبقاش عندك خبره في المونتاج وده مش مطلوب منك طبعا، فلما تلاقي حاجه حصلت كده شفت الهزه دي، ده مش معناه ان اللي واقف بالكاميرا فاهم بيرقص في فرح وبيعمل كده او ان انا بهز، لا ده افكت. بص عادي اهز الكاميرا أو ده مونتاج وانا قاعد على الكمبيوتر دلوقتي بعمله، فده مش معناه ان انا برقص. فلما اقول لك ما تنساش تدعي لابويا بالرحمه واجي عامل ايدي كده فتلقى هزه حصلت، مش معناه ان انا اللي بهز، لا ده الافكت. فهمتني؟ يلا بقى حط لايك وتعالى عشان اقول لك ان النهارده افلام قصيره لكن حرفيا مثيره، فهيا بنا. اطلع بره يابا. وقبل ما يطلع بره لازم ينضرب. يا ربا والله وحشتوني، والله وحشوني بتاع الافلام القصيره وضرب امك وطرد ابوك، حاجات كده، حاجات من وحي خيالي العب. اطلع بره يابا. وقبل ما يطلع بره لازم ينضرب على وشه. ايه كده؟ اضرب يا ابني، اضرب يا ابني، اضرب هتشكى، اضرب. اضرب يا ابراهيم، اضرب يا ابني، اضرب يا ابراهيم، اضرب يا ابني. لا مش هقدر، اضرب يا لا ابراهيم. ايه مستني ايه؟ ما تضربه. ايه مش عارف؟ ايدك بترعش ليه يا ابني؟ خايف تمد ايدك على ابوك؟ اضرب واسمع كلام مراتك عشان ترضيها. يا حاج انت بتقول ايه يا حاج؟ انت بقول اضرب يا ابني، اضرب عشان ترضي مراتك. طب ما انت كده كده هتطرد، ما تمشي. يعني انت لو هتاخد القلمين وهتقعد يعني فاهم هنتناقش، لكن انت هتضرب وتمشي، ما تمشي. ما تضرب ولا اقول لك سيب الطلعه دي عليا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. فيك يعني الواد ما رضيش يضربك وفي الاخر بتحاسبي، تصدق ان انت راجل مش تمام. شايف مراتك بتضربني وبتني وتوقعني على الارض وانت ساكت. وايه الجديد يا حاج؟ ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ ما هو كان رافع ايده وكان عايز يضربك كده دلوقتي. ايه الجديد؟ وبعدين ده في اول كلمه اتقالت في الفيلم، اطلع بره يابا، اطلع بره يا ابني. اطلع بره يابا. انت مستغرب انه ساب مراته ما هو هيكمل عليك، قوم امشي. انت مش ابني، قلبي وربي غضبانين عليك يوم الدين. انا وصيتي ان انت ما تمشيش بيه جنازتي. لو النبي هو اصيل قوي، اصيل قوي هيبقى ماسك الخشبه وطالع يجري. انا وصيتي ان انت ما تمشيش بيه جنازتي. انت فاكر ان انت كده جرحت قلبه؟ يعني ابويا وصى اني ما امشيش في جنازته، ما هيجيش. عجبت لك يا زمن، الابن واب بيتفرج على ابوه وهو بيتضرب وبيتهان. والله ده انا اللي عجبته لهذا الزمن، عجبت لأب كان يريد ابنه يضربه بالقلم كي يرضي زوجته، وبعد ثواني بقى الأب مستعجبا من الزمن إن الابن بقى سايب أبوه مراته بتضرب. يعني هو عادي يضربك عشان يرضي مراته، لكن مراتك لسه صاحي من النوم. وهو بيتضرب وبيتهان. ابويا. مين؟ ابويا. أدهنه أبويا. هو إيه اللي أبويا؟ ما أنت من دقيقة كنت بتقول له اطلع بره يابا. بقول لك ايه، انت لو لمست تاني هتطلقني واسيب لك البيت، فاحسن لك دلوقتي انك تقعد. اقعد.
ده قعد بجد قعد. ايه ده يعني؟ مفيش تويستات؟ مفيش اللي هي الحته الدراميه اللي في الاخر اللي هو فجاه يتحول لراجل ولا ده ابويا يا بنت وبتاع وكده وحركات؟ طب يا جماعه قبل ما نشوف العمل الفني اللي بعده، لو في الحقيقه في حد كده، يعني في حد ممكن يهين امه او يهين ابوه لاجل خاطر مراته، انا برجح يتم يتم الحكم عليه بالاعدام لبوسا. خد يا زلمه، يفضل ياخد لبوس كده لغايه ما يلا بقى اللي بعد. انجز يلا قول يا. بس اقول لك يا بولكا، بس انا بكلم وحيد. وحيد؟ هو في ايه يا جدعان بتزعقوا ليه؟ انا هقول لك في ايه. ينفع يا وحيد؟ اسكت يلا. ينفع يا وحيد اخد حاجه مش بتاعتك؟ لا طبعا. ليه لا ينفع عادي، ينفع والله. ما انت بتقول له ينفع اخد حاجه مش بتاعتك؟ ينفع يا وحيد اخد حاجه مش بتاعتك؟ عادي خد، ما هي مش بتاعته يا اسطى. بقول لك يا صاحبي، هي دي مراتك؟ اه مراتي. ودي والدتك؟ اه والدتي. طيب بتضرب مراتك بالقلم وتاخد 20,000 جنيه؟ طب بتبص لي كده ليه؟ انت بتفكر ولا ايه؟ لا ما اضربش مراتي. تضرب بنتك بالقلم وتاخد 20,000 جنيه؟ لا ما اضربش بنتي. طب تضرب امك بالشبشب على وشها وتاخد 20,000 جنيه؟ طب اشمعنى؟ يعني اشمعنى مراتك بالقلم وبنتك بالقلم لكن امك بالشبشب على وشها؟ طب ليه؟ مش هتكلم بقى على ان مراته بصت له بصه خلاص رجلش. طب بتبص لي كده ليه؟ انت بتفكر ولا ايه؟ طب تضرب امك بالشبشب على وشها وتاخد 20,000 جنيه؟ بص مراته مبتسمه ازاي؟ يعني اللي هو الموضوع مش تمثيل، او هم بيحاولوا يمثلوا الحقيقه، مش عارف. 20,000 جنيه. 20,000 جنيه؟ 20,000 جنيه والوليه الكبيره تتضرب بالشبشب على؟ طب ما كنت خدت انت القلم، او بلاش انت، كنت اديت البت الصغيره القلم بال 20,000 جنيه. ما هي لو عملت بتبيع على السرير بتديها انت ب 2 مليون جنيه لام، فعادي يعني لو خدت قلم بال 20,000 جنيه. انت محتاج يا ابني الفلوس، فاعمل اللي بيقول لك اسمع عليه. كلام امك. اضربه امك بتقول اضربه. هو اي حاجه، هو ايه اللي يضرب يا ابني؟ هو انتوا بتجيبوا الناس دي منين؟ هو الراجل يقول له اضرب يا ابني عشان ترضي مراتك، اضرب يا ابني وخد 20,000 جنيه. هو انتوا مين؟ ولا احنا ليه؟ ولا هو في ازاي؟ اضربه امك بتقول اضربه. مش فاهم. ولا ابويا الله يرحمه كنت كل ما اعلي صوتي، بس يعني اعلي صوتي على ما اقول لها ياما مش عارف ايه، ابص الاقي راح واخد الجزمه وش رجله الخارجي تلزق هنا عندنا. اضربني وخد انت بتفكر العشرين. لسه منصور اضربها يلا. ايه العيال الشكل ده؟ خد يا اما انت اللي تضربيني بالشبشب. ايه ده؟ ده انت اللي تضرب يا لا ابني، انت تضربيني اللي محتاج بالشبشب يا عم. الفلوس، انت فلوس محتاجهم ايه؟ اكتر. ولا فلوس الدنيا تخليك ان انا اضربك على دماغك بالشبشب يا عم. لا دي حلوه، دي حلوه جدع يا والله العظيم حركه حلوه. يعني اخلع الشبشب خد ياما اضربيني انت، مش علشان انا جدع ومش راضي اضربك، لا، لان انا اصلا بسمع كلام مراتي مش اكتر. يعني فكره ان انا فكرت وسمعت كلام اضربيني ياما بالجزمه. اشمعنى قابلتها على ام جوزك يعني؟ ما انت عايزاه يضربها دلوقتي. ماشي، ايه المشكلة يعني لو هيفك زنقتنا وعارف يعني؟ لا زنقتك دي تفكها في الحمام، مش على قفا الوليه بالشبشب. يعني ما بنفكش الزنقه كده. أهم ساعتين في 100 سنة اللي جايين لفتح بوابة الحظ. توقيت بيحصل كل 100 سنة، شغل الابراج بقى ما بحبوش. مش علاقة بالأبراج، والله امال ده ليه علاقه بايه؟ ليه علاقة بالفلك. بالفلك؟ لا خلاص يا جماعه نركز لان في ساعتين هيفتحوا لك بوابه الحظ ل 100 سنه قدام، لازم انت ضمنت حياتك. بس نحاول نفتح البوابه دي. كل 100 سنة القمر بتاع يوم 12 مايو أو تاريخ بتاع 12 مايو بيتفتح فيه ساعتين للحظ، من خلالهم بنقدر إن إحنا نحسن حظوظنا وحظوظ أجيالنا ل100 سنة لقدام. طب نركز بقى يا شباب، نركز. يوم 12 مايو القمر بيفتح بوابة السعادة ساعتين، فكل يوم 12 مايو، فاحنا نظبط دلوقتي على طول في ثواني نظبط ان يوم 12 مايو نظبط منبه. ليه بقى؟ عشان انا بنسى بسرعة، فانا اظبط على النهاردة 13 مايو او ربنا اقسم بالله. شكرا يا بوابة الحظ. فأنا واحد من كتر ما أنا محظوظ جيت أظبط بوابة الحظ على 12 مايو، لقيت النهاردة 13 مايو. جت الحزينة تفرح. الساعتين دول هيكونوا إيه؟ بكرة 12 مايو الاثنين من الساعة 9 صباحا ل 11 صباحا، ومن الساعة 9 مساء للساعة 11 مساء. بس دول كده يبقوا 4 ساعات. أهم ساعتين
في ال100 سنة اللي جايين. انا بس عايز اقول لك حاجه يمكن مش واخده بالك منها. كل سنه فيها 12 شهر، من ضمن ال 12 شهر يوم شهر مايو، وشهر مايو بيبقى فيه يوم 12، فاهمه؟ فكل سنه في يوم 12 مايو، فعادي يعني 12 مايو بتاع امبارح ده فاتني، 12 مايو بتاع السنه الجايه ممكن اعمل ولا خلاص هتبقى البوابه قفلت. طب هو عمو بيفتح البوابه الساعه كام؟ هنقول ايه؟ هنقول اهم توكيد: اللهم هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يا سيدي على الإيمان والتقوى. يعني احنا كل التخاريف اللي قلناها دي، لكن لا ننسى ان احنا هندعي في اليوم ده لربنا. طب ما ابواب ربنا مفتوحه، ربنا بيقول لك ادعيني وانا قريب هستجيب ليك. ليه انا ابقى عبيط؟ وبعدين انت مين قال لك على الساعه؟ ليه ما حدش في الكون كله عرف الساعتين دول الا انت؟ ولا انت كنت بتخرطي بصل عينيكي دمعت حسيتي بحرقان قلتي تاخدي بريك، فوانت بتعملي بريك قلتي بقى نبارك على الناس كلها؟ يا جدعان الكلام ده طبعا لا دليل ولا سبب. هتقول لي ايه ده انت ما قلتش حاجه؟ اقول لك لان ده مش حاجه، ده اي كلام في عبد السلام، ففكك ما تسمعش للناس دي. ادعي ربنا هيستجيب ليك، توكل على الله وخد بالاسباب واسعى وهيستجيب وهيديك. انما تستنى بقى يوم 12 مايو عشان باب السماء يبقى في عم مش عارف مين البواب معدي فيلقى الساعه 9. طب لما يفتح بوابه الحظ ساعتين قبل ما يقفل ويخش يريح ويشرب كوبايه شاي وبتاع. اهو يا حبيبي انا قاعده مع ماما. ايه يا امك انا هنا اهو. سمعت يا حبيبي بتسلم عليك. سلمي لي عليها يا حبيبتي، وبقول لك ايه ما تتحركيش انا هاجي اخدك. تيجي تاخدني؟ لا ما تقلقش عليها يا حبيبي، انا هجيبها لك لحد البيت. سمعت يا حبيبي؟ خلاص بقى انا هلحق اقعد معاها شويه وبعد كده اكلمك. يلا باي. ايه ده قفلت من غير ما اقول لها سلام. وغريبه ان حماتي تشوفنا واحنا بنتكلم في التليفون وما تهزرش معايا. لا ده في حاجه غلط. هو ما شاء الله عليك وكل حاجه وانت واد لماح وعجبتني، بس هو انت لفت انتباهك ان حماتك ما هزرتش معاك او مراتك قفلت وما قالتش سلام، لكن بالنسبه لك عادي ان حماتك تقول لك اهلا يا حبيبي عامل ايه؟ ده بالنسبه لك اوكي؟ برافو عليك قوي يا حبيبي، انت عملتها ازاي؟ دي شبه ماما بالظبط. عيب عليك يا حبيبتي، ده انا مهندس الكترونيات، ده في منها 4 جوه. لا ثواني، ده انا فكرت ان هم منيمين الحاجه تنويم مغناطيسي، طلع ان لا ده روبوت. يعني هو المفروض كمهندس الكترونيات بيصلح دش وكده، لو عندك اي حاجه ممكن يعملها لك، فهو عامل روبوت طبق الاصل يعني من حماته. فدي حماته وفي منها 4 جوه. طب عامل 4 لا بجد انا مبهوره بيك جدا. شكلها حلو. طب يلا بقى عشان ندخل جوه. ماشي يا حبيبي. ثانيه واحده هقفلها بس. يلا بينا. سبحانك يا رب. شفت الحاجه وهي بتقفل؟ لا بجد انا مبهوره بيك جدا. شكلها حلو. طب يلا بقى عشان ندخل جوه. ماشي يا حبيبي. ثانيه واحده هقفلها بس. مش قادر والله. يعني الناس الكبيره اللي بيجيبوهم معاهم في الافلام دي، والله يعني حد يوصلني بيهم اجيبهم معايا يعملوا رياكت، والله نعمل فيديوهات جامده. الحاجه مطيعه بشكل رهيب. يعني هو قال لها، يتخيل انت ست كبيره زي دي قال لها انا هعمل ان انت روبوت، فماشي يا ابني اهو، وهتكلم بصوت غريب قشطه ماشي، بس لما اقفلك هتعمل ازاي؟ وبس كده يا ابو الاصدقاء، اقدر اقول لك الفيديو انتهى. ممكن تكتب دلوقتي في التعليقات ايه بوابه الحظ، وده كده يعني زي باركود بنعمله عشان نعرف مين كمل ومين ما كملش الفيديو. فعايز اشوف بوابه الحظ كتير، وتحط لايك وخليك كبير.